والله المعين والموفق ان شاء الله. النهارده نتكلم عن النهارده كان في خبرين مهمين قوي قبل ما اتكلم معاكم. اصابة 6 في انفجار قنبلة بكمين امام جامعة حلوان، وانفجار قنبلة اخرى في محطة مصر دون اصابات. الحمد لله ما فيش اصابات، لكن ده مؤشر خطير. الجماعة الارهابية النهارده تحولوا من الهجوم على مؤسسات الدولة وعلى الجيش والشرطة كما كانوا في الاشهر الماضية الى قتل المدنيين، وده تطور رهيب جدا في المسألة دي. وده بيبين ان هؤلاء الناس زي ما كنا بنقول لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، يعني لا يراعون الله عز وجل لا في مؤمن ولا في غير مؤمن، وان هدفهم ليس الاسلام بل هدفهم ضرب الاسلام وقتل الاسلام والطعن في الاسلام بل والقضاء على الاسلام. ان انت لما تلاقي واحد قاعد معاك واكل شارب معاك في بيتك ولا جارك ويطلع علشان يفجر قنبلة في مدنيين، في اخواتك واخواته هو كمان يكونوا راكبين القطر ده ولا في الجامعة دي، ايه ده؟ ايه الفجر والعهر والعربدة اللي وصلوا لها دي؟ وبعدين يجي يتكلم، محدش بقى فيكم يتكلم عن الدين لو سمحتوا، محدش فيكم يتكلم عن الدين خالص خالص، لان يبدو على ما يبدو ان فيه دين اسلام وفيه دين المسيحية وفيه دين اليهودية وفيه دين اسمه دين الاخوان، ده دين رابع على ما يبدو. يعني الناس دول على اي دين؟ ما هو انا باجي احطهم على المسيحية ما يركبوش، على اليهودية برضو ما يركبوش، على الاسلام ما يركبوش خالص، لا على دول ولا على دول ولا على دول. يبقى ايه ده بيعبد مين ده؟ واي دين بيأمره بقتل الابرياء بغير حق؟ اي دين بيأمره بترويع الامنين بغير حق؟ اي دين بيأمره انه في سبيل تحقيق اهدافك اقتل واهتك الاعراض واحرق البيوت واعمل واعمل واعمل؟ اي دين بيقول كده؟ والله ما فيه دين سماوي ولا حتى دين وضعي يقول الكلام ده. دول عالم خارج اطار الانسانية، مش خارج اطار العقل، الانسانية. والحمد لله ما فيش اصابات، لكن طبعا دور بقى الشرطة الله يكون في عون الشرطة اليومين دول، والجيش المصري المحترم قايمين بدور كويس بحييهم عليه، لكن طبعا لازم يشددوا الحراسات على الاماكن العامة والشخصيات العامة والشخصيات السياسية المهمة في الفترة القادمة، ولازم كمان يكونوا على اعلى درجات الحذر والحيطة والحسم والقوة في التعامل مع الارهابيين او المجرمين من الاخوان.